صاحب فرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل بین دینیمان و قادیمان هر اجتمان دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي فيس تي في الأكارم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والتي تصادف اليوم الذكرى الثالثة لاحتلال التركي البربري على مدينة عفرين عروسة إقليم كردستان الملحقة قصرا بسوريا وفق معاهدة سايكس بيكو الاستعمارية، والتي قسمت بموجبها قبل قرن من الزمن وطننا الكبير كردستان بين 4 دول هي تركيا وإيران والعراق وسوريا، وقد كانت مقسمة بين العثمانيين والصفويين وفق اتفاقية قصر شيرين بعد خسارتنا لمعركة شال ديران عام 1514. أي إن شعبنا ووطننا الكبير يعيش منذ أكثر من 5 قرون تحت نير أبشع أنواع الاستعمار والاحتلالات الجائرة بحسب كافة الشرائع السماوية والأرضية الوضعية، والتي جميعها تقر بحق تقرير المصير للشعوب والأمم المضطهدة. وما القوانين الحديثة والعديدة الصادرة عن كافة المجالس ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سوى إقرار واعتراف رسمي بحق شعبنا الكردي العائش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين ويتجاوز 70 مليون نسمة، والشعب الوحيد بالعالم الذي ما يزال بلا دولة ولاعتبارات ومصالح سياسية قذرة، والتي كلها سنناقشها الليلة يا أحبائي الأفاضل مع ضيفينا الكريمين المحامي الأستاذ أنور البني، وهو محامي وناشط سوري معروف في مجال حقوق الإنسان ومن مواليد عام 1959 بمدينة حماة، عائلة مسيحية نشطة في مجال السياسة. أهلا وسهلا بك أستاذ أنور، نورتنا. تحياتي، أهلا بك والمشاهدين الكرام. كذلك نرحب بالسياسي الأستاذ مصدق عاشور، وهو شاعر وسياسي سوري معروف، ولد في مدينة حلب ودرس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة اللاذقية، وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل العصابة الأسدية بنهاية الثمانينيات من القرن المنصرم، وعليه لقب بالشهيد الحي. أهلا وسهلا بك ونورتنا أستاذ مصدق عاشور. يا أهلا وسهلا فيك وبأخونا أنور. بحب لكم تحياتي ومحبتي لكم. تسلم. كذلك لابد
مشاهدي الكرام أن نشكر من وراء الستار يديرون هذه الحلقة بالكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني والزميلة الكاتبة يسرى زبير والزميلة الكاتبة رقية حاجي، كل الشكر لهم. أستاذ أنور، سؤالي الأول: نحن نعيش اليوم الذكرى الثالثة لاحتلال مدينة عفرين الكردستانية الملحقة قسرا بسوريا، ووسط الصمت الداخلي السوري النظام والمعارضات وخاصة الائتلاف والخارجي الدولي قانونيا، كيف تفسر هذا الصمت، أو بالأصح التخاذل الدولي المريب كما تخاذلت منذ قرون عديدة على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره والمكفول وفق كافة الشرائع السماوية والأرضية معا؟ تحياتي. أولا، هي الذكرى العاشرة للثورة السورية المجيدة أساسا، وطبعا احتلال أو دخول الأجنبي على مدينة عفرين السورية، طبعا بالنسبة لي هي مدينة سورية بغض النظر تاريخ قسم الدول، ليس فقط في منطقتنا، تقسمت الدول في كل العالم. ألمانيا الكبرى تقسمت، وهناك مناطق ألمانية في النمسا، وهناك مناطق فرنسية في ألمانيا، والأساس بتقسيم الجغرافي هو حقوق المواطن. أين هي حقوق المواطن؟ أكثر ما هذه الدولة ما هو العلم الذي تحمله. وبالتالي طبعا دخول التركي لعفرين كما دخل لكثير من المناطق السورية هو مشكلة كبيرة خلقت بسبب الثورة السورية، أو بسبب النظام السوري الذي واجه الثورة السورية والشعب السلمي بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وقتل ودمر سوريا بكل مدنها قبل أن يدخل الأتراك إلى عفرين ومناطق إدلب. دمر النظام السوري كثير من المناطق، ودمر جزء من عفرين كذلك، هاجم عفرين وهاجم الكثير من المناطق السورية بما فيهم أكراد وعرب وتركمان وأرمن وغيره. وبالتالي هي الذكرى العاشرة للثورة السورية. الدخول التركي كان لكل المنطقة الشمالية هو وجود غير مرغوب فيه بالنسبة للسوريين، وهو وجود أجنبي يشابه الوجود الروسي، ويشابه الوجود الأمريكي، ويشابه الوجود الإيراني. وبالتالي من أجل أن لا نعطي خصوصية لأي منطقة سورية، هناك وجود أجنبي على كل مناطق سوريا، وكلها محتلة حقيقة. كل سوريا محتلة من قبل دول أجنبية ودول غربية أو بعيدة عن سوريا. أستاذ أنور، في ملاحظة هنا، أنت ذكرت ألمانيا مقسمة. طبعا ألمانيا عادت وتوحدت يعني قانونيا. لا، أنا عم أقول ألمانيا كانت مسيطرة على النمسا، كانت النمسا جزء من ألمانيا، وهناك كثير من المناطق الآن ضمن ألمانيا النمسا تعتبرها هي جزء منها تاريخيا. قانونيا أليس كل قوانين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تنادي وتقر وتعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وإقامة دولتها الوطنية على أرضها التاريخية؟ هذا قانونيا عم نسأل. الشعوب تقول الشعب السوري له حق إقامة دولته، والشعب الكردي، كل الشعوب، والشعب الكردي له حق إقامة دولته بالمنطقة التي هو موجود فيها. حتما يستتبع أن يجرى استفتاء بهذه المنطقة بكل مكوناتها إذا كانوا يريدون الانفصال أم لا يريدون الانفصال. لا يمكن بأي قانون دولي أن يقول للكرد في كل العالم هل تريدون أن تعودوا، إذا أراد الكرد في كل العالم أن يأتوا ويعيشوا في منطقة واحدة. اليهود قالوا ذلك سابقا، وقالوا دولتنا وتاريخنا في فلسطين، ونريد أن نبني دولتنا على أرض فلسطين. لكن حتى الآن كلنا نقول هذا احتلال، وهم يقولون أن أرضهم التاريخية هذه وأرض آبائهم وأجدادهم. المسألة لا تتعلق بأن أريد أن أقيم دولة فأذهب وأتجمع وأقول أنا أختار هذه البقعة لأقيم دولة حتى لو كانت تاريخية.
أستاذ أنور، تجربة إقليم كردستان العراق شهدت عيان أمامنا. الاستفتاء أكد أكثر من 98% على إقامة دولة والانفصال عن العراق، ولكن نتيجة الظروف السياسية والمصالح الدولية القذرة شفت التكالب على إقليم كردستان كيف صارت. تماما أليس من حقنا أن نخشى؟ أليس من حقنا أن يكون ذلك مصيرنا أيضا في إقليم كردستان الملحقة قصرا بسوريا؟ لا يوجد شيء اسمه ملحق قصرا بأي مكان. هناك شعب يقيم على منطقة جغرافية. الآن إذا قلنا منطقة الجزيرة كلها، منطقة شمال غرب كردستان كما تسميها، إذا قرر المقيمين على هذه الأرض الانفصال عن سوريا فليقم، ولكن كل المكونات الموجودة وليس جزء من هذه المكونات يقرر الانفصال. لا يمكن أن تأتي التركمان ويقولوا أريد أنا منطقة حتيت التركمان بدمشق أريد أن أقيم عليها دولة، ولا يمكن أن يقول المسيحيين أريد معلولة وغيرها أقيم عليها دولة. هناك توازن وهناك شعوب وهناك دول. الدول القومية المبنية على العرق اندثرت، لم يعد ممكنا ولم يعد مقبولا أن تقام أي دولة على أساس عرق أو دين أو إثنية. وبالتالي الدولة التي تقام ماذا يفيد الكردي في دولة أكراد تحت تقمعه وتأكل حقوقه؟ ما يهم الكردي والسوري والمسيحي والمسلم أن يكون بدولة تحترم حقوقه كاملة، وليس لا يحميه العلم الذي يمثله قدر ما يحميه القانون الذي يحكمه. وبالتالي الدول القومية لم تجلب إلى شعوبها إلا الدمار والقتل والتدمير والحروب. سمي لي دولة قامت على أساس قومي لم تدخل في حروب لا نهائية، من ألمانيا إلى اليهود إلى فلسطين إلى أين تريد أن أخذك. كل دولة بنيت على أساس ديني أو قومي كانت سبب دمار شعوبها أولا قبل أن تكون سبب دمار الجوار. كلامك هذا يوحي أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تعيد النظر في كل قوانينها حول حقوق الإنسان. لا 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 أنا أقول هل المنطقة الجغرافية كردستان أجروا استفتاء فليستقلوا. من منعكم من الاستقلال في كردستان؟ تقول لي توازن دولي. المصالح الدولية. هناك توازن دولي، أنت لا يمكنك أن تخالف هذا التوازن الدولي. إذا خالفته ستموت من الجوع، ستموت من الفقر، أو ستخوض حروب من أجله. وبالتالي هذا ما أقوله، الدول القومية لا تجلب على شعوبها إلا الفقر والقمع والحروب. هناك توازن دولي. الآن الدول تبنى على أساس المواطنة، على أساس القانون وعلى أساس الحقوق، وليس على أساس القوميات. أنت ككردي لماذا تعيش؟ الأكراد في سوريا هل يقبلون أن يذهبوا يعيشوا في كردستان؟ حتى الذين في دمشق، لا أقول الذين في شمال في غرب كردستان، لماذا لا يذهبون أن يعيشوا في كردستان؟ لأنهم لا يشعرون أنهم لا منتمون ولا أن حقوقهم مصانة هناك. لماذا الأكراد في تركيا لا يذهبون إلى كردستان ويعيشون في كردستان؟ لأنهم لا يشعرون أنهم لا منتمون ولا حقوقهم مصانة. إذن الدول والحدود وكيان الدولة يبنى على الحقوق وليس على الإثنية أو القومية. لا يهمك أنت ككردي، لا يهمك علم الدولة. الآن تعيش أنت في السويد، في النرويج، لا أدري أي، أنت تعيش هناك ولا تقبل بأي حال أن تعود إلى كردستان أو إلى سوريا، إلى شمال سوريا أو إلى تركيا، لا تقبل. حتى لو صارت دولة كردية الآن في كردستان أنت لا تقبل أن تعيش، لأنك لا تنتمي ولا تقبل أن تنتهك حقوقك هناك، بينما تعيش في دولة تحترم. أنا قريب ب 2004 بأربيل، يعني أنا من 2004، يعني مش من هذا، ما أيام الانتفاضة الكردية. يعني هذا ما ننقله إلى الأستاذ مصدق عاشور. يعني كنا نحن قانونيا حبينا نستفسر منك قانونيا التصريح السياسي أو التعقيب السياسي سنسمعه من أستاذ مصدق. أستاذ مصدق، ما تعليقك السياسي على حديث أستاذ أنور؟ وهل ترى هناك تعارض ما بين أحكام القانون والممارسات السياسية التي تحتم بأنهما تتممان بعضهما بعضا لخلق حالة السلم والاستقرار في المجتمعات البشرية؟
أولى ردا على الأخ الحبيب أنور. العملية السياسية ليست مربوطة بتكوينات دينية. تكلم عن المكون السني في سوريا. عندما كونا ما يسمى حزب سوريا المستقبل عام 1975 طرحنا شعار سوريا دولة مدنية دستورية لجميع أبنائها، دولة الحق والواجب ودولة الحق والقانون، عمادها الفيدرالية. أنا لا أستطيع كمكون أساسي في سوريا أن أتكلم عن الآخرين. على ما يبدو أخ أنور راح. يبدو أتمنى الآن عاد أستاذ أنور. أستاذ أنور يا ريت لو تفتح الكاميرا. موجود بس إنه ما مشان الكاميرا عندي النت ضعيف كثير فبخاف أقطع. تمام تفضل. الأخ أنور أنا أحترمه كرجل قانون، لكن الخلط بين العملية القانونية والعملية السياسية لها متطلباتها. النقطة الثانية المعاهدات الدولية التي شكلت هذه المنطقة والتي تكلم عنها ديفيد فروكمان في كتابه سلام ما بعده سلام، يقول أنه تقاسم المنطقة نتيجة مصالح قامت عليها الدول الاستعمارية القديمة، فرنسا، بريطانيا، فرنسا إلى آخره. لكن هل من حقي كمواطن كردي أن أقيم دولتي على أرضي وتاريخي الطبيعي؟ نعم، أنا من حقي الطبيعي. عفرين أنا نبهت منذ البداية، منذ دخول المهاجرين إلى عفرين، قلت للقيادات السياسية الكردية أن هناك خط أحمر على هذا الموضوع، وسوف يتحول عملية التهجير إلى عفرين إلى عملية احتلال. لكن القوى السياسية الكردية لم تصغي بإمعان لهذا الموضوع. عفرين الآن تحت السيطرة التركية نتيجة توافق روسي أمريكي. ما حدث في سوريا في الثمانينات كان الغاية منه تحويل سوريا من الدولة المدنية التي الجميع تحت خط واحد، كان الغاية منها إما تكسير بنية حزب البعث العربي الاشتراكي وتكسير البنية السياسية القائمة عليها سوريا. الأحزاب السياسية السورية منها الحزب الشيوعي السوري، الاتحاد الاشتراكي، الوحدويين الاشتراكيين، لم يعطوا دور للمكون الكردي في العملية السياسية، وخاصة الجبهة الوطنية التقدمية. الآن المسارات الجديدة التي تطرح من قبل الدول الكبرى هو الإبقاء على مصالحها في المنطقة. لا يهمها مصير عفرين، لا يهمها مصير حلب أو مصير حماة، يهمها مصالحها في الغاز والنفط، يهمها بقاء بشار الأسد. علينا ننظر إلى المستقبل، لا علينا أن ننظر إلى الماضي. الماضي هو مدرسة للتجارب المستقبلية، لكن أنا لا أستطيع أخي أن أتكلم عن الآخرين أو بلسان الآخرين. ألمانيا ليست حالة سياسية بالنسبة لنا، لأن الواقع الألماني يختلف عن واقعنا. يعني أنت تذكرني بخالد بكداش يريد أن يرفع الشمسية في دمشق عندما تمطر في موسكو. هل المواطن الكردي المغيب عن العملية السياسية منذ موج دابش حتى الآن، هل هو من حقه أن يكون له وطن؟ نعم، من حقه أن يكون وطن. مثل ما أنت سوري تطالب بوحدة سوريا على أرضها الطبيعية، نحن نريد أن نحافظ كمان على جيراننا. من حق الكردي أن يكون له بيت، كما من حقي أن يكون لي بيت وأنت يكون لك بيت. باختصار شديد، نحن لا نريد أن نأتي بالمعاهدات الدولية والمصالح الخارجية لكي نطبقها على الواقع الموجود فينا. هون بيت القصيد. لماذا نحن نخلط الأوراق السياسية والقانونية؟ لماذا نحن ننتج
عملية عداء مع المكون الكردي الموجود كجار لنا، أن نوجد عملية عداء ما بيني وبين الكردي وما بيني وبين الأرمني. نعم، أنا أريد دولة الحق والواجب، أنا أريد دولة الحق والقانون، لكن هل أنت قادر على أن تغير هذه المعاهدات الدولية؟ بعتقد لا. تماما. أستاذ أنور، نعود إليك. يا ريت لو تفتح الكاميرا هنا بالسؤال. يعني في مثل أو حديث ما بعرف بيقول إمساك بالمعروف أو طلاق بالإحسان. يعني كل القوانين الدولية نحن نعرف تقر بحق الشعوب، والشعب الكردي في الأجزاء الخمسة من كردستان طبعا نعرفها يعني، وذكرتها في المقدمين. ووفق اتفاقية قصر شيرين اللي جاءت بعد معركة شالديران ب 1514 قسم لأول مرة كردستان بين دولتين، الصفويين والعثمانيين، وثم بسيكس بيكو بين 4 دول. أستاذ أنور، يعني واستفتاء اقليم كردستان العراق شاهد حي امامنا انه 98% من الشعب الكردي، من الشعب الكردستاني، حتى مش ما بقول كردي يعني الادق، الشعب الكردستاني اللي متكون من مكونات عديده، عرب واشوريين وكلدان. البابا من كذا يوم في زيارتي لكردستان قال في العراق نقص اعداد المسيحيين الى من عشرات الالاف او مئات الالاف الى اقل من 1000، بينما في كردستان ازدادت. يعني كردستان، وقت نقول كردستان لا نعني دوله قوميه يعني كرديه كما اسرائيل تقول دوله يهوديه، لا، نحن نريد كردستان وطن لكل مكوناته يعني. وتجربه اقليم كردستان شاهد لا يعني انت تقول دولة قومية، دولة كردية، أنتم تعترضون أساساً على موضوع الدولة العربية. دولة وطنية يعني وطن طول بالك أخي سليمان، طول عمركم تتقاتلوا إنه الجمهورية العربية السورية بتقاتلوا عليها إنه ما بيصير الجمهورية العربية السورية وفيها أكراد، وما بيصير دولة إسلامية وفيها مسيحية، وما في يصير دولة كردية وفيها عرب. مجرد تقول قومية أنت ألغيت القوميات الثانية، وانت الغيت كل شيء موجود اخر. ما بقول قوميه استاذي، عفوا. انت عم تقول دوله كرديه، انت عم تقول دوله كرديه مو قوميه. هلا انت المانيا يعني قوميه محدده؟ لا، المانيا كل كردستان كمان لكل من يسكن فيها يعني. وهي مو كلامي، كلام الاشوري الكلداني السرياني قبل ان يكون كلامي يعني. شو اللي بيضمن هالقصه؟ تعال قل لي شو بيضمن هالقصه؟ انتوا يعني المشكله انه شو بيضمن؟ اعطيني دوله فيها قوانين وانا بروح بسكن عندك. هي اعطيني دوله روح احترم فيها قانوني. هلا كردستان تعال اسكن باقليم كردستان. جاب لك الانتهاكات الموجوده باقليم كردستان، اعدل لك اياها من اولها واخرها، اسلسل لك اياها الانتهاكات. ما في دوله قانون لسه لا بكردستان ولا باي مكان ثاني. خلينا نحكي الاله بس ان كان في زعيم اله، بس ان كان في زعيم مقدس ما بقى في دوله قانون. صار في زعيم، ما بدنا نضحك على حالنا ونقول بدنا وما بعرف شو. استاذ انور، سؤال مهم يعني. دعوتك هذا الا يذكرك ونحن طلاب مدرسه في جمهوريه افلاطون اذا بدنا نعمل دوله يعني. هلا مثلا انا ليش بدي انفصل اصلا عن سوريا؟ خلينا نكون واقعيين، لانه انا بكل المعارضات وخاصه الائتلاف لحد الان رافضين تغيير اسم الجمهوريه العربيه السوريه، رافضين. لا تخلط اولا بين حقك كانسان مواطن سوري انك تكون جزء فعال بالسياسه وكل شيء بهذا البلد، وبين انه خيو انتهكتوا لي حقي بدي اروح اسوي دوله لحالي. هذا موضوع ثاني. حق الشعوب بتقرير مصيرها حق مشروع بكل القوانين الدوليه، وانا مع. ومن ضمن الشعب الكردي ومن ضمن الشعب الكردي طبعا. الان بشمال سوريا بمنطقه كردستان روج آفا ساووا استفتاء، اذا المكونات كلها مو الاكراد بس، اذا كل المكونات الموجوده بهالمنطقه بتقول بدنا ننفصل عن سوريا، انفصلوا يا اخي، انا بايدكم. المساله مو انا رغبتي هيك. انتم بكردستان العراق ما قدرتوا تنفصلوا لانه العالم بده يحاربكم، بدكم تجوعوا، بدكم تتابعوا حروب مع الجوار. المساله مو اراده ورغبه، حط شعار واحشد الناس عليه يلا يا شباب خلونا نموت. انا لا اطلب منك الحق طبعا يؤخذ ولا يعطى. انا احكي في خلط
خلط بين انه الاكراد كانوا مضطهدين بممارسه حقوقهم بسوريا. نعم كانوا مضطهدين، مو بس بممارسه حقوقهم، كانوا مضطهدين بالجنسيه، كانوا مضطهدين وما زالوا بالعمل، لهذه اللحظة. كانوا مضطهدين باللغه، كانوا مضطهدين بالثقافه. هذا طبيعي جدا. مطالبه بحقوقهم، يكونوا مواطنين متساويين مع كل الناس، حق طبيعي. ومطالبه انه تكون ما في اسم العربيه بسوريا، حق طبيعي، وانا بايده. وانا اول من وضع دستور بال 2005 وشلت اسم سوريا العربيه من اسم سوريا. وهلا والفدراليه اي فدراليه بدك؟ انتم بتحكوا كلام ما عقل بيفهموا. اي نوع فدراليه بدك؟ في 20 نوع فدراليه بالعالم، نقي لي نوع لاقول لك ايه ولا لا. جغرافيه سياسيه استاذ انور، جغرافيه سياسيه. لا طول بالك، نقي لي نوع فدراليه. في 20 نوع من الفدراليه وتوزيع السلطات بين الحكومه المركزيه والحكومات الفدراليه. نقي لي نوع لاقول لك هذا موافق عليه ولا ما موافق عليه. انا مع الفدراليه بكل سوريا. ليش بس بشمال سوريا؟ لا نقول بكل سوريا، نقول بكل سوريا. انا مع هالقصه، بس اي نوع فدراليه بدك هذا شيء بيتفق عليه. شو صلاحيات الفدراليه الالمانيه كالفدراليه الاوروبيه في لا كل الفدراليه الالمانيه بتختلف عن الفدراليه الامريكيه، بتختلف عن الفدراليه السويسريه. كل وحده لها شكل محدد بشكل مختلف تماما. اذا انت توزيع السلطات في كل دوله مختلف تماما. استاذ مصدق عفوا، ممكن تسمحوا لي احكي لانه صارت الحلقه بينك وبين ثواني جاي لعندك، تاخذ وقتك بالكامل. يعني عملتوا لي اياها بعثيا، نزلت على الشارع. خلونا نحكي كمان يعني شو منه. تفضل. ايوه استاذ مصدق عربي. استاذي مش انا كردي وعم بحكي. لا انا ماني عم ناقش ككردي وعربي، انا عم ناقش حقوق. انا عم ناقش مساله انه الانسان مواطن، شو ما كان كردي، جنسيته، اثنيته، دينه، طائفته، هو مواطن وانسان له حقوق كامله باي بلد بيعيشه. وقت لنرى رد حكى جمله شوي قاسيه. لنرى رد استاذ مصدق. تفضل استاذ مصدق. اخي انور حبيب، في بدايه السبعينات وبعد انقلاب حافظ اسد اتى محمود الايوبي الى اللاذقيه، وكانت هناك بدايه المباحثات لقيام الجبهه الوطنيه التقدميه. فطرحت عليه سؤالين اساسيات. السؤال الاول: لماذا هناك تغييب للكرد عن العمليه السياسيه؟ السؤال الثاني قلت له: يجب علينا ان يكون هناك فدراليه لسوريا بكل مكوناتها، السياسيه، القضائيه، الاقتصاديه، الى اخره. والمشرع السوري اللي كان منهم بذكر كان مندوب عن الاتحاد الاشتراكي العربي، نسيت اسمه، راح انزلني. وبذكر كان احد الموجودين في سبيل بناء الجبهه الوطنيه التقدميه محمد عبد المجيد مندوني. أديب النحوي، الآن تذكرته. أديب النحوي كان أحد المشرعين اللي ساهموا في عملية إعادة دستور سوريا، وعملوا على بناء دستور 1973، واللي هو قال بالحرف الواحد إنه لا وجود للدين برئاسة الجمهورية، يعني ممكن يطلع من أي مكون ديني، المهم انه هو يكون انتخاب مباشر من قبل الشعب. النقطة الثانية، قلت لرفيق المناضل محمود الأيوبي، قلت له بالحرف الواحد: انتم اللي عم تقوموا الآن على عملية تهزيء سوريا وتقسيمها. إذا أقدمنا إلى العملية السياسية ووضعنا اللامركزية كنصب أعيننا، يعني ممكن يكون في منطقة الحسكة استقلال، لكن هذا الاستقلال استقلال إداري، استقلال اقتصادي، برلمان مصغر، وبيكون في برلمان اتحادي، وفي الداخلية، الشؤون الداخلية اتحادية، الخارجية اتحادية، الاقتصاد، العملية الأمنية. وعندما بدأت عملية بناء الجبهة الوطنية التقدمية، طرحت على كان يومتها موجود
قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أو الحزب الشيوعي ما عاد أذكر. لماذا تغييب المكون الكردي عن الجبهة الوطنية التقدمية؟ نحن الآن لا نريد أن نفض نزاعات، نحن نريد بناء وطن، نحن نريد سوريا لجميع أبنائها. لكن هل حافظ أسد عندما أتى إلى السلطة راكبا على دبابته أعلن الحرب السورية؟ لم يقل أنه رئيس انتقالي، لم يقل أنه أنا أتيت لكي أوضع دستور يخدم جميع السوريين. لماذا غاب السياسيون والقانونيون السوريين عن هذه العملية؟ هون النقطة الرئيسية. لماذا نحن نشعب الموضوع؟ دعنا نضع النقاط على الحروف حتى نخرج بحوار سليم. نحن لسنا في الاتجاه المعاكس، نحن في حوار وطني سوري نريد الخروج لسوريا المستقبل، سوريا لجميع مكوناتها. أنا ما بيهمني المكون الديني، أنا بريد إنه كل السوريين يأتوا تحت المظلة السورية بدون مسمياتهم. أنا ما بني بحاجة لا لإعلان دمشق، ولاني بحاجة لربيع دمشق، ولاني بحاجة للإخوان، ولاني بحاجة للاتحاد الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري. أنا مواطن سوري إلى حقوقي وواجباتي يجب أن أخذها. الوطن له عليه حقوق وواجبات. إذا موجود، عفوا، نتمنى من كنترول تواصل. أستاذ أنور، هل تسمعونا؟ عم بسمعكم إيه. يعني بالمختصر المفيد أخي أنور، أرجاء منك إنه نحن ندخل في هذا الحوار في سبيل أن نخلص إلى نتيجة إيجابية. الائتلاف لقوى الثورة المعارضة مخترق من كل الأجهزة الأمنية الدولية والداخلية لا يريدون خط وطني حقيقي على الأرض، يريدون أن يتنازعوا على سوريا من يالطا إلى مالطا. أستاذ مصدق، ليس موضوعنا سوريا، موضوعنا كردستان بشكل عام، كحق كردستان في الأجزاء الكاملة. خلينا نتابع رجائنا. إذا نحن أخذنا هذا الشق كشق وطني داخلي له متطلباته، إذا نحن أردنا أن نكون هناك عادلين ومنصفين، هناك شيء اسمه تقسيم كردستان تم بين إيران وتركيا وسوريا. هذا الوطن لهذا المكون الكردي، لماذا نحن لا نعطيه الحق في إقامة هذا الوطن ونكون متعادلين في التجاور، متعادلين في العلاقات الدبلوماسية الأمنية إلى آخره؟ لماذا ننكر على هذا المكون الذي هو موجود على الأرض في كل هذه الدول؟ لماذا ننكر وجوده؟ طبعا إذا نحن بدنا في أحد المرات أحد القياديين في القيادة القطرية قال لي في الحلقة الواحد، قال لي الأكراد ما عم يطالبوا بحقوقهم، أنت بدك تطالب لهم بحقوقهم؟ إذا سليمان ما عم يطالب بحقه، نحن لا أنت ولا أنا ممكن أكون أطالب بالنيابة عنه، هو لازم يطالب. تفضلوا. أستاذ أنور، إذا لك تعليق على كلام أستاذ مصدق، تفضل أستاذ أنور. أستاذ أنور البني، تفضل. يعني مشان ما يصير خلط بين المسألة القانونية اللي عم تحكوا فيها وبين المسألة السياسية. بالسياسة مطالبة بحقوق أي مواطن سوري، وخاصة المواطنين اللي تعرضت حقوقهم لانتهاكات تاريخية، المطالبة بهذه الحقوق هو حق. أستاذ أنور، اسمح لي بس نحكي على كردستان ككل، في كل أجزائها، يعني بكل أجزائه. يا أخي روح ساوي كردستان، مين مانعك تساوي كردستان؟ هي العراق ساوي كردستان، احكي عنها كلها، روح على تركيا ساوي كردستان، وتعال سوريا وساوي كردستان، ما عندي مشكلة. أنا عم بسألك قانونيا من شعب قانونيا ما بيمشي الحال، قانونيا ما بيمشي الحال، قانونيا ساوي استفتاء
واعلن دولتك، هذا قانونيا. بتساوي استفتاء وبتعلن دولتك. صار استفتاء بكردستان وما اعلنوا دوله، ليه؟ يعني ليش؟ طيب السؤال هنا اذا ما عملوا دوله لانه صار في تكالب دولي، بهالحاله قانونيا شو المفروض الامم المتحده تتصرف؟ اذا انا عم بسالك سؤال قانوني، ما بعرف. اذا القانون تساوي حرب، استاذ انور تساوي تحالف ضد تركيا وتدمر تركيا مشان تسمح الاكراد يساووا دولتهم، وتساوي تحالف تدمر ايران مشان تسمح الاكراد يساووا دولتهم. استاذ انور سؤال قانوني. هلا في ما دام الامم المتحده عم تقر بحق تعقير المنطقه، عم تقول استفتاء، والاستفتاء اقر في اقليم كردستان العراق 98% اقر بالانفصال. مين منعكم؟ سؤال قانونيا انا بسالك ناحيه قانونيه على كردستان، ماذا يفعل ان يتجه الى يعني قانونيا شو بده يتصرف الامم المتحده؟ قانونيا بحق له كان بكردستان العراق يعلن الدوله الكرديه، ليش ما اعلنها؟ ما حدا منعه، ولا حدا ساوى حرب عليه، ولا حدا هدده انه ما تصير بدنا نساوي حرب عليه، ليش ما سواها؟ ليه؟ لا صار حرب كامل. شو ما صار حرب كامل؟ وين صار الحرب على كردستان؟ ايمت صارت حرب ضروري عسكريه، حتى عسكريا صار ضمن على كركوك وكذا. بس طيب منيح، صار اقتصادي حرب اقتصادي. مو مآمنين بانه بدكم تساووا دوله كردستان، خوضوا حرب نشانها. ليش ما بتخوضوا حرب نشانها؟ يا اخي سليمان، المنطق بيقول في شيء على الارض واقع، وفي شيء بدي احلام واحشد الناس عليه وروح زلتهم يموتوا. قانونيا سؤالي ماذا قانونيا حقكم، والامم المتحده بتقول حقكم. شو بدها تساوي لك الامم المتحده؟ تساوي تحالف وتخوض حرب، تدمر تركيا مشان تسمح لكم تساووا بتركيا، وتدمر ايران مشان تسمح لكم تساووا بايران، وتدمر الوطن العربي مشان تسمح لكم تساووا بشمال سوريا. هي قانونيا شو بدها تساوي الامم المتحده؟ لا عندها قوات تقاتل، ولا عندها عقوبات تفرضها على يعني خالف القانون الامم المتحده. كل الدول عم تخالف قانون الامم المتحده، من امريكا لالمانيا كله بخالف قانون الامم المتحده. شو بتساوي له الامم المتحده؟ الامم المتحده عاجزه، هي نتيجه اتفاق دول، مو الامم المتحده سلطه عليا بتفرض بالعصايه على الناس تلتزم القانون. يا بدنا نحكي بالمنطق وشو الممكن، يا بدنا نضل نحلم ونقول خلص هي الهدف بدي روح موت انا مشانه. هذا حق كل بني ادم يساويه، يعني اللي عنده ما عنده مشكله يساوي هالقصه، ما حدا عنده مانع. وفي ناس ممكن فقط تعيش بالبلد، طالب ببلد يحترم حقوقها ويحترم حياتها ويحترم حريتها ويحترم كرامتها، وهذا كلياتنا نحن بنعيش فيه، مو لانه بيحمل كردي ولا عربي ولا غيره، لانه بيحترم لي حقوقي كانسان. يا بدنا نناقش باحترام حقوقنا كانسان، وين شو ما كانت ديننا او قوميتنا او طائفتنا، يا بدنا نروح نقاتل مشان نبني دوله، ولو بدنا نموت نحن. وهي الدوله بدها تخوض حروب وبدها تدمر اولادنا وبدها تقتل اولادنا. كلامك يوحي يوحي الي لاي كردي، انا كوني انا الكردي الان هنا، يعني معناته الان اذا اعلن عبر هذه الحلقه اعلن عن جبهه استقلال كردستان مثلا، هل شو يكون رد استاذ انور؟ يعني اذا انا اعلنت جبهه استقلال كردستان، ليش بدك رد فعلي؟ ساووا حرب، اذا بدكم فوتوا قاتلوا ليكم كل جبهه النصر عم تقاتل. انا قصدي اذا بدي اعلن جبهه استقلال كردستان الملحق بسوريا قسرا، انا ما يعني اعلن مين مانعك؟ اعلن شو اعلن القصه. قانونيا عم بحكي قانونيا بحق لك تعلن اللي بدك اياه وتحشد جماهيريا سلميا. انا برايي اكيد سلميا تحشد اللي بدك اياه سلميا، وتجيب اغلبيه وتاخذ استفتاء وتقرر اللي بدك اياه. هذا موقفي القانوني. بدك تساوي جبهه تحرير كردستان شمال سوريا او روج افا او غرب كردستان، بتسميها شو ما بدك، ساوي جبهه تحرير. لا على فكره انا شخصيا ضد مصطلح غربي جنوبي كردستان. كردستان ارض واحده، ولكن مثلا انا بالقسم الملحق قسرا بالسوريا، وهون ملحقين قسرا بالعراق، واقسام اخرى ملحقه. ليش عم تنسى ايران؟ لا ايران ذات راس الفتنه، راس البلاء الاكبر يعني. ليش
ليش ما بتعلن هنيك كمان جبهة تحرير كردستان، وبتعلن بتركيا جبهة تحرير ما في؟ كردستان؟ ليش مين قال لك ما في؟ يعني انا اقصد يعني مش انا، في معلنين يعني مش في نضال، في تاريخ. ما عندي مانع، هذا حقك الطبيعي تقوم بإنشاء أحزاب وتحشد لأي ليك جبهة النصرة بدها تساوي إسلام، وداعش بده يساوي إسلام، ومدري مين بده يساوي إسلام، وهذاك بده يساوي مسيحية، وهذا بده يساوي أرمان، وهذا بده يساوي تركمان. حقهم كل واحد يساوي اللي بده إياه، بس بالآخر من وجهة نظري حق الإنسان أنه يكون مواطن محترم كل حقوقه بالدولة اللي بتحترم هذه الحقوق. أنا من أستاذ أنور، أنا أعرفك شخصيا ولك تاريخ ونفتخر، ودفعت عن مناضلين سوريين كثيرين ومن ضمنهم المرحوم الشهيد مشعل تمو والأستاذ مصطفى جمعة وكثيرين، يعني نفتخر فيك. بس ولكن أنا فعلا أستغرب هذه اللغة منك شخصيا. لا أنا عم أقول حقك، أنا عم أقول حقك الطبيعي، حقك الطبيعي، وماني عم أنكره عليك. أنا عم أقول لك حقك الطبيعي وما عم أنكره عليك، وعم أقول لك اللي آمنا ورضينا إنه نعيش مع بعض. أنا أقول لك أستاذي، ما خليتني أكمل. أنا من أنصار إنه فعلا نعمل كلياتنا اتحاد شرق أوسطي كبير، ولكن نكون متساويين بالحقوق. إذا بدي أعمل اتحاد شرق أوسطي كبير أصلا، أنا ثاني أكبر قومية بالمنطقة. أنا يعني أول شيء العرب بيجوا، ثم الكرد، بعدين الفرس، وبعدين تركيا. يعني بس قلت دولة تحترم الحقوق، ما عاد تقول لي كردي وعربي ومسلم ومسيحي. يعني بدك أنا أغلبية. بس لازم نكون متكافئين. يعني أول شيء عندي دولة اسمها كردستان، وأنت عندك سوريا أو عربستان أو تركمانستان أو شو ما كان، فنعمل اتحاد إرادي يعني. ولكن ليش، لماذا بدي ألجأ لهذا الحل الأخير، الخيار الأخير؟ لأنه أنا عم شوف من شركائي بالوطن اللي كان الكرد أساس في تأسيسه، في بنائه سوريا، كلنا نعرف، الآن يرفضون حتى كلمة الفيدرالية، يرفضون تغيير اسم الجمهورية العربية السورية. أنت الفيدرالية كأنك عم تشتم شتائم عظيمة يعني. انت حقك الطبيعي. انا بقول لك اخي سليمان، حقك الطبيعي تساوي الجبهه اللي بدك اياها، وتساوي الحزب اللي بدك اياه، وتحط له الشعار اللي بدك اياه، وتسعى لتحقيق اهدافه سلميا. ما عندي مانع مع اي شيء. انا بالعكس، هذا حق سياسي لكل بني ادم انه يامن بفكره سياسيه ويشتغل بشانها. هذا حق طبيعي. نعمل ذلك، نعمل جبهة وأنت تكون المسؤول القانوني في الجبهة. لا أنا ما بدخل سياسة، لا هون ولا هون ولا هون، ما بدخل سياسة أنا، وشايف إنه ما ممكن أدخل سياسة بأي مجال. وبالتالي حقك طبيعي، حقكم طبيعية، ما عندي مشكلة أنا بهالموضوع. وقت تقدروا تحققوا أهدافكم برحب فيكم، أهلا وسهلا، أنتم حققتوا أهدافكم. ما بتقدروا تحققوا أهدافكم كمان. بدنا للوطنيين من أمثالكم تساندونا، ما نقول تمنحونا الحقوق تؤخذ ولا تعطى، بس بدنا تعترفوا بحقنا. هاي المطلوب. أنا ما عندي مشكلة بحقك أخي سليمان، لا أنت ولا غيرك، ولا عندي بحق العربي، ولا عندي أنا عندي مشكلة وقت كل واحد بده يقاتل الثاني، تسعى أنا عندي مشكلة وقت يستخدم السلاح لفرض الأفكار. هذا اللي عندي المشكلة. والله بدي ساوي جيش مشان أحرر، هذا صار مشكلة، صار في حروب، وصار في جرائم حرب، وصار في ضحايا. وبالتالي أنا عندي مشكلة مع هالقصة. وقت بدك تسعى سلميا لتحقيق أهدافك، على عيني وراسي، بضل بحترمك وحطك على راسي دائما. تسلم. لنرى في ابتسامة جميلة من أستاذ مصدق. كان ما هو تعليقه على كلامك أستاذ مصدق؟ تفضل. على ما يبدو الحوار بينك وبين الأخ أنور. تفضل. لا خذ وقتك كامل. أنتوا عم تدوروا في حلقة مفرغة. هو عم يقول لك إنه أنت من حقك تبني بلدك، وأنت من حقك تبني قوانينك، ومن حقك تبني جبهات. وأنت بترد عليه إنه نحن بحاجة لوطن. المطالب لا تؤخذ بالرجاء، تنتزع بالقوة. سواء كانت على الحالة الدبلوماسية ولا الحالة السياسية وإلى آخره. لكن أنا بقول له لأخي أنوار، بدون وجود بيت كردي في المنطقة لا يمكن للمنطقة أن تستقر. كما رفع البعثيون شعار أمة عربية واحدة، من حق الكردي أن يرفع شعار أمة كردية واحدة.
من حق السوري أن يكون له بيت، من حق الكردي أن يكون له بيت. برجع بقول القومية العربية كما علمني إياها والدي ويس عاشور قومية منفتحة تقر بحق تغيير المصير لكل الشعوب. كما هناك قضية فلسطينية الآن، هناك قضية كردية، كما أن هناك قضية عربستان، كما أن هناك قضية احتلال اسكندرون، كذلك هناك شيء اسمه احتلال كردستان. معاهدة برساي بعتقد أو نسيت أي معاهدة كانت تقر بوجود الوطن القومي للكرد. تكلم عنها ديفيد فروكمان في كتابه سلام ما بعده سلام. لكن هل من المجدي إنه نحن نبني جبهات ونحن نرفع سلاح ونقتل بعضنا البعض في سبيل إنه نبني وطن قومي للكرد؟ بعتقد لا، أو للعرب لا. هناك دعوات الآن كثيرة ضد القومية العربية، يقولون أن السريان هن أساس سوريا والعرب أتوا إليها محتلين. الجزائر نفس الحالة، السودان نفس الحالة. لماذا نحن ننقاد للخارج؟ الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مصالحها من النفط والغاز في المنطقة. كردستان فيها الكثير من النفط والغاز. موصلي في كتابه يعتبر أن الكرد قادمين من الصين. طيب يا أخي، نحن الآن موجودين في دول. أنا موجود في بريطانيا، من حقي أن أنتخب، من حقي أن أنزل، أن أكون عضو في البرلمان البريطاني. كثير من الأحيان كنت أدخل إلى البرلمان البريطاني لمناقشات الحالة السورية. نجد هناك عملية تغييب للصوت الكردي في أثناء النقاشات. والكثير من السياسيين السوريين كانوا حريصين على إسكات الصوت الكردي في البرلمان البريطاني. أخي أنور طرح أشياء كثيرة، نعم، لكن من أين نبدأ؟ هون النقطة الرئيسية، من أين نبدأ؟ أنا من حقي أن أكون لي وطن، لكن إذا كانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران تقف كلها في وجهي، ماذا أريد أن أفعل؟ إذا ما كان هناك تضامن وتكافل ما بين أهل المنطقة وبناء كردستان جديدة، فنحن يعني عم نمارس الضحك على أنفسنا بصدق. إعلان دمشق لم يقر بحق الكرد في سوريا. إعلان دمشق هو نسخة طبق الأصل عن اتفاقية الجبهة الوطنية التقدمية. لماذا صمت السياسيون السوريون عن مباركة مالدين ألبرايت لاستيلاء بشار الأسد على السلطة، والسياسيين السوريون سكتوا ولم يمارسوا أي نوع من أنواع المعارضة السياسية؟ لماذا لم يقولوا بالحرف الواحد سوريا لجميع مكوناتها؟ يا أخي، إذا كانت اللاذقية فيها 80% كرد وأتوا على الانتخابات المحلية واقترحوا واحد أخي عربي أو اقترحوا واحد تركماني، يعني نحن راح نشيله ونقول له لا، كونه نحن الأغلبية كرد معناتها أنت ما من حقك إنه تصير رئيس بلدية؟ لا، هذا كلام فارغ. لكن برجع بقول حتى تستقر المنطقة يجب أن يكون هناك وطن قومي للكرد. ما بدنا نلف وندور على أنفسنا. الحكام العرب والحكام الإيرانيين والأتراك حريصين كل الحرص على تغييب هذا المكون عن المنطقة. تماما. أستاذ أنور، سؤالي قبل الأخير يعني قال جملة جدا رائعة، يعني
اذا بدنا يعني ما بدنا نكون طوباويين، يعني ما بدنا نكون، خلينا نكون واقعيين كما انت تقول. يعني فعلا كلامك منطقي، الحق وقلتها ودائما يقولها كل السياسيين الكرد: الحقوق تؤخذ ولا توهب. يعني ولكن بالنهايه العالم الان يبحث عن استقرار، ولا استقرار لكل الشرق الاوسط، لكل منطقه الشرق الاوسط، إذا لم يرفرف فيها راية كردستان عالية خفقة كدولة مستقلة على أرضه التاريخية. يعني فلماذا نكون أعداء شركاء؟ لماذا نكون شركاء أعداء ولا نكون جيران أحباء؟ طبعا يعني هذا رأيك وهذا رأي الأستاذ مصدق، وأنا بحترم هالرأي بكل الأحوال. غيرك ما يعني غيرك كمان عنده رأي ما بيوافق في هالرأي، وبالتالي الناس اللي بتقرر بالاخر. بس يصير في بلد ديمقراطي في استفتاء، ممكن في مساحه سياسيه للعمل السياسي، ممكن تعملوا بهالاتجاه. انا ماني متحده ولاني صاحب قوه عظمى لحتى لكم روحوا خذوا دولتكم وارفعوا علمكم عليها. اذا انتم شاعرين انه هذا الحل تبعكم او هذا الحل اللي راح ينقذكم كاكراد، فكملوا بهالطريق. اذا ملاقين انه ما راح توصلوا لحائط مسدود. ثاني مره استاذ انور، هاي ثاني مره يعني نستضيفك وافتخر بصداقتك يعني، ولكن في نقطه اساسيه. انت قلت انت لست امم متحده، ولكنك انت انصار الحق يعني، وفعلا لا ننكر، ولكن كنت ارى الان هناك كاني امام انور بني اخر يعني. لا انا عم اقول حقك، عم اقول حقكم يا اخي، والله عم اقول حقكم. انا ماني عم اقول مانو حقكم، انا عم اقول رايك هذا انا بحترمه، وانا بحترم انه انت تكون مآمن بهالقضيه، وانا بحترم انه انتم بدكم تساووا هالقصه وتمشوا باتجاهها. ماني ضدها يعني. وبالتالي يعني مو انا اللي بدي ساويكم دوله، لا انا اللي بدي افرض الدوله او اقول خلص بس قلت انه راح تساوي الدوله راح تصير الدوله. انا عم اقول انتم عندكم هالراي وبدكم تمشوا باتجاهه وتفعلوا تقوموا باتجاهه. اذا قدرتوا ضمن هالتوازنات الدوليه توصلوا له، انا برفع لكم قبعه تماما. وانت هلا قلت عم تقول بكردستان ما قدروا يصدقوا على نتيجه الاستفتاء لانه التوازنات الدوليه ما بتسمح له. لم يعد من المسؤول. هي ذكرناها انه المصالح السياسيه والتوازنات القذره منعت. يعني إذا صدق في أستاذ هجار بوطاني بيقول حكام العرب هم من باعوا يعني لواء اسكندرون وتنازلوا عن أهواز وحتى فلسطين. يعني والآن يعني موقفك، هذا السؤال ذكرني، أنت موقفك من القضية الكردية نفس موقف اللي بينطبق على فلسطين. أنت هل يعني إذا من أنصار أنه تكون هناك دولة واحدة يعني ضد الدولة الفلسطينية كما يطالبون؟ طبعا أنا أنصار دولة واحدة بيعيش فيها كل الشعوب بفلسطين يعني كلها يعني دولة واحدة. إقامة دولة فلسطين ما عندي مشكلة بأنه تكون اسمها شو ما كان اسمها، فلسطين، إسرائيل، يسموها اسم غريب، المهم تكون دولة تحترم حقوقها. أنا هذا بيهمني، دولة بتحترم حق مواطنينا ولا ما في بتحترمون، ولا في تمييز. بقاتل التمييز، بقاتل الانتهاكات. ما بيهمني أنا شو لون العلم وشو اسم الدولة، بيهمني هذه الدولة هل تحترم حقوق مواطنها، هل تعطي المواطن كل حقوقه، هل هناك مساواة بهذه الحقوق، هل هناك تمييز أم لا يوجد تمييز. أنا أنتقد وحارب الانتهاكات ولا يهمني اسم العلم، وأنا من مؤيدي دولة واحدة في فلسطين. طبعا أنا ضد طرد اليهود لأنه موجودين، مثل ما ضد طرد الأكراد لأنهم موجودين، ضد طرد العرب بالمناطق الكردية لأنهم موجودين. وبالتالي اللي عنده رغبة أنه يساوي حروب لحتى يساوي دولته القومية أو الدينية فأنا ضده بالحروب. اللي بده يقوم سلميا بده يبني دولة شو ما كان اسمها، ما عندي مشكلة طالما أنه سلميا وهالدولة تحترم حقوق مواطنينا كاملة وتعاملهم بالتساوي. أستاذ أنور، أنت جملة ذكرتها يعني أحيانا ضعف الذاكرة بتخوني، يعني أنه في إقليم كردستان في انتهاكات وكذا. أنا أقول لك شغلة فقط، يعني طبعا ما في دولة في العالم إلا ما تصير فيها، حتى في أمريكا في ألمانيا بتصير هناك تجاوزات لا شك بذلك. ولكن البابا فرانسيس الثاني أكد أنه
وتقرير حتى على مستوى الإعلام، تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين IFG تقول ليس هناك إعلام في الشرق الأوسط سوى إسرائيل وكردستان هما يسيران نحو الإعلام الحر يعني. طبعا مقارنة بباقي الدول اللي حواليهم اللي ما فيها إعلام بنوب أبدا، طبعا بده ينقال إنه إيه موجود إعلام، بس أنا عم يعني حتى لبنان كان في إعلام حر انتهى يعني في يعني أنا مقصدي كردستان هذا اللي عم بقوله بالمقارنة، بس هذا لا يعني إنه إعلام كردستان مثل إعلام إسرائيل، ولا يعني إنه إعلام كردستان مثل إعلام ألمانيا ولا إعلام فرنسا ولا إعلام أكيد مشوار الألف يبدأ بخطوة أستاذي. لحد الآن هناك في تكالب دولي كامل على إقليم كردستان وعلى كل أجزاء كردستان. في إيران أنت ذكرت الآن يعني هناك إعدامات يومية بحقوق شبابنا، بحقوق أحرارنا، بحقوق هذا اللي أنا عم أقوله، أنا يا أما بدك تحط أهداف قابلة للتحقيق، يا أما بدي أروح أخبط راسي بالحيط وضل أخبط راسي بالحيط. هذا حقك طبيعي. هدفي القريب أن تكون سوريا كلها سوريا ديمقراطية تعددية علمانية فيدرالية وهي الحد الأدنى من حقوقنا القومية. بس يصير دولة ديمقراطية بحق لك تساوي استفتاء بأي منطقة بدك إياها، وإذا نتيجة الاستفتاء طلعت إنه الشعب بده ينفصل عن سوريا، أنا أول من أؤيد هذا القرار. بيطلع الشعب. التعليقات اللي موجودة في البرنامج سوى استفتاء الكل بيأكد على حق الكل في إقامة وطنه على أرضه التاريخية. وما ساووا. هي عم أقول وصلتوا لتحطوا اللقمة بالتم وبالآخر الصدم بالحيط. في توازنات دولية، لم يعد مسموح بالعالم أبدا قيام أي دولة على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو إسلامي، ما مسموح، لأنه قيام أي دولة من هذا النوع سيفتح مجالات بالهند وبباكستان وبإسبانيا وبأمريكا اللاتينية وبأفريقيا، سيتشظى العالم لعشرات لمئات الدول اللي كل واحد بده يساوي دولة على كيفه، وبالتالي غير مسموح. يا بدنا نفهم التوازنات والسياسه العالميه وكيف ماشيه، يا بدنا نضل ندق راسنا بالحيط. مع ذلك هذا التحالف الدولي رغم ملاحظاتنا الكثيره على اداره اللي انتم تسموها اداره كرديه، يعني الPYD ما تسميها، يعني تقول حزب وطني، اداره شمال وشرق سوريا الان عضو بالتحالف الدولي على الارهاب. وقارن المناطق اللي تحت حمايتهم مين قال اني مؤيد التحالف الدولي؟ مين ما عم بقول انه التحالف الدولي عم يرتكب جرائم والPYD عم ترتكب جرائم؟ انا قصدي رغم اشياء الكرد قصدي بس بالنتيجه انه الكرد منفتحين متقبلين للاخر رغم اختلافنا بشكل واداره الحكم او لاداره شمال وشرق سوريا مع اعتراضنا على الاسم، ولكن وانتم تتهموها بكرديه وهي مش تعتبروها كرديه وهي هن يقولوا مو كرديه. رغم ذلك بتشوف الشعب اللي عايش هناك، قارنها مع ادلب اللي تحت الفصائل التكفيريه، قارنها مع عفرين و جريسبي والابيض وراس العين اللي تحت الاحتلال التركي، فبتشوف ومناطق اللي تحت احتلال النظام تشوف الدخل المادي، الراتب والحياه النوع، يعني في هامش جيد رغم ظروف الحرب اللي في سوريا. يعني فالكرد انا هذا المثال جبت تاكيدا انه الكرد شعب قابل للانفتاح، قابل للديمقراطيه، قابل للتطور، ونحن فعلا حقوقنا سننالها. يعني هذا بعد ملايين الشهداء منذ اكثر من 5 قرون، حطينا ملايين الشهداء، لا يمكن ان تحسب دماء. اخر سؤالي استاذ مصدق، ماذا تعني كلمه الشعب الكردي قابل للتصور؟ الشعب الكردي قادم من ما قبل الكمبري، ولا الشعب الكردي لا يمتلك مثقفيه، لا يمتلك تاريخه؟ لا انا اقول هناك بعض يقولون، خلينا نحكي ونسمع انفسنا. الشعب الكردي موجود. انا كنت بدي اوصل لهالنقطه استاذ مصدق. عفوا النقطه الرئيسيه اخي انور يريد ان يكون ذكرني بمشروع الPKK، الشعوب الديمقراطيه وتجربتهم في تركيا وذهابهم الى انه يتصالحوا مع القوميه التركيه
ضمن إطار الشعوب الديمقراطية. التجربة الأوروبية، أنا موجود في أوروبا منذ عام 1985. تجربة بسيطة. أنا عشت في مالطا تقريبا 3 سنوات، وساهمت بالعمل السياسي المالطي، وكنت عضو في الحزب الليبرالي المالطي. الرسالة التي كانت تذهب إلى أي مواطن مالطي كانت تكتب باللغة المالطية واللغة الإنجليزية. اللغة المالطية التي يوجد فيها 60% لغة عربية، بالإضافة إلى اللغات الثانية. خلينا نأخذ شيء من هذه التجربة ونستفاد منها. الدول الآن الراعية للعالم لا تريد إلا أن يكون منطقة الشرق الأوسط غير مستقرة. لا تريد أن يكون هناك شعوب المنطقة تتفاهم فيما بينها على أن تبني أوطانها. نعم، أنا أقبل بوجود وطن سوري، وطن كردي، وطن تركماني، أرمني. يا أخي خلي يصير مليون وطن. خلينا نعمل في سوريا 200 سوريا داخلية، لكن عم تجمعنا سوريا وحدة. المنطقة الآن إذا صار هناك كردستان، تركمانستان، سميه اللي بدك إياها، وعد كل واحد له بيته، كل واحد بيعبر عن شخصيته، كل واحد بيعطي اللي موجود عنده. بيكون هناك تعاون مشترك، تعاون إقليمي مشترك، تضارب في المصالح، تضارب في الأجندات السياسية، لكن لا نختلف عن الاستراتيجية السياسية. أنا لا أستطيع أن أقول للسوري العربي روح كون وطن لحالك وبعدين تعال لعندي حتى أعترف فيك. لا، يعني النقطة الرئيسية الآن المنطقة إلى أين؟ ماذا نريد من هذه المنطقة في المستقبل؟ الدولة السورية الآن عندما أتى حافظ أسد وعربها ووضع عليها جمهورية عربية السورية، لم تأتي من عبث. حافظ أسد يستند إلى قوى دولية. أنا بذكر في الستينات كنا نوقف طابور أمام المكتب بيع الجرائد حتى نحصل على جريدة أو نحصل على المجلة، وكنا نقعد مجموعات شبابية ونتناقش فيما بعدنا عن هذه الأمور. لكن ماذا يخدم سوريا مستقبل؟ ماذا يخدم كردستان مستقبل؟ هون النقطة الرئيسية. دعونا نبني أوطاننا، دعنا نتماثل الشفاء السياسي والقانوني. هون نبني أوطاننا، وهون نخلص من العلل الداخلية الموجودة في داخلنا. لماذا لا نعترف بالكردي؟ لماذا لا نعترف بالعربي؟ يا أخي في وثائق تاريخية. تعال إلى شاتم هاوس، مركز الدراسات الاستراتيجية، تعال إلى وزارة الخارجية البريطانية، إلى وزارة الخارجية الفرنسية، الأمريكية، الروسية. الكل يحتوي على خريطة كردستان. الكل يعلم تمام العلم أن هناك كردستان موجودة في المنطقة وقسمت فيما بين هذه الدول. لماذا لا ندع لهذا المواطن الكردي يستعيد حقوقه وواجباته ضمن بيته، ضمن وطنه، ومن ثم نتصالح، نتعادى؟ هذا شيء آخر. أنا لن أكون ضمن إطار ديني، ولن أكون يعني ضمن إطار سياسي وأنسى حق وحقوق وواجبات جاري. دعونا نضع نقاط الحروف، ما بدنا ندور حول الأشياء. الآن حوارنا عم يدور حول حلقة مفرغة. حوارنا ما في مرتكزات أساسية للحوار. رجائي لكم وضعوا نقاط أساسية حتى نتحاور عليها.
النقطة الأساسية حكينا أستاذ أنور النقطة أستاذ مصدق، يعني قانونية مطالب الكرد بإقامة دولته على أرضه التاريخية، كان هذا هو يعني المحور، ولكن تشعب الموضوع نتيجة التشظي ما بين القانون والسياسة، يعني الرأي القانوني والسياسي، والذي أنا فعلا صدمت بأستاذ أنور. نتمنى أنه شوي يعيد. أنا ما غيرت رأيي أخي سليمان، أنا ما غيرت رأيي، أنا عم أقول بشكل واضح تماما، حقك تساوي تطلب اللي بدك إياه، وحقك تطرح الشعار اللي بدك إياه، وهذا حقك طبيعي. هل تستطيع الوصول له؟ بكون أنا مبسوط. تأكد سنصل له، تأكد أستاذ أنور، تأكد. أنا عم أقول لك هل تستطيع الوصول له بطريقة سلمية؟ فأنا مبسوط. أكيد لا، السلمية شو ما كان، يعني شو ما كان. أنا أقول لك شغلة يا أستاذ أنور، الكردي حينما يولد من بطن أمه يولد سياسيا. لماذا؟ لأنه يرى اضطهاد، يرى منع تسجيل اسمه بلغته، يرى ممنوع التكلم بلغته، لذلك يصبح سياسيا. يعني خلينا نطلق فتأكد أن ذلك الشعب سينال حقه. خلينا بس مشان نفرق. وانا قلت لك من امبارح وقت حكيت معي، قلت لك هذا سياسه وقانون ما بتزبط. انا ما بحكي سياسه، انا بحكي قانون. بالتالي انا اول ما حطيت دستور 2005 كنت حاطط اللغه الكرديه لغه ثانيه بالدوله، لغه رسميه ثانيه بالدوله، وبالتالي هذا ذلك التاريخ النضالي لك. هذا يعني هذا قانون. اما تقول بدي ساوي دوله الكرديه، هي سياسه انا ما بدخل فيها. حقك طبيعي تقول تساوي تمشي بهالاتجاه. انا ما بقول لك انا معك تروح تساوي دولتك، انا بشوفك ماشي بهالخط، عم ترتكب انتهاكات، عم ترتكب جرائم، بدي حاسبك عليها. البي واي دي الان مطلوبين امام القضاء لانه ارتكبوا جرائم. عناصر من البي واي دي وقيادات من البي واي دي صاروا متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. بتعرف هالشيء ولا لا؟ ما بتعرف مساله ثانيه. نحن عم نشتغل بهالملف وعم نشتغل بملفات ثانيه، ولكن لو نقارنها مع الفصائل الاخرى، مع النظام، ما مساله مقارنه. مو لانه حد ارتكب جريمه انا بحق لي ارتكب جريمه، هي ما مبرره تماما. وبالتالي كل واحد ارتكب جريمه سيلاحق على هذه الجريمه. بالنسبه لي سؤالي الأخير لك أستاذ أنور، الإعلامية السورية الشهيرة ردت على المعتوه بشار الأسد ماجي خزام، تعرفها أكيد. ماجي خزام جريئة، حينما حكى عن العروبة وعن الدين ودولة سوريا، المساس بعروبة سوريا وبديانة سوريا، رغم أنه متاجرة الكل يعرفها يعني. وبشار ما في داعي نحكي عن بشار، والكل شعبنا السوري وكل العالم بيعرف بشار والسلطة الأسدية. ماجي خزام تؤكد أنه أصلا لا، سوريا ما كانت عربية يوما ما. دمشق من كلمة سريانية. كذلك هنا في العراق العرب يعني بالوثائق والأدلة. وهنا أستاذ مصدق كمان أكد منطقة الأساسية شبه الجزيرة العربية واليمن. فلماذا صار هناك واقع؟ نحن لا نقول بدنا نرميهم بالبحر كما هم قالوا بدنا نرمي إسرائيل البحر. نقول بالعكس، بدنا نبني حياة شراكة، يعني منطقة ولن تستقر بكرة إذا لم يكن هناك كل شعوب المنطقة، وخاصة سؤال سليمان، ماجي خزام تمثل من؟ لا إعلامية سورية. عم نقول إعلامية. عفوا إذا بتريد ماجي خزام لا تمثل إلا نفسها بالتأكيد. لا، أنا ذكرته بشيء يعني. عفوا إذا بتريد سوريا، سواء كانت عربية ولا كانت سريانية ولا كانت كلدانية ولا كانت عشتارية، سوريا الآن لكل مواطن. للكل تماما للكل. رجائي لك السم بالدسم لا نريده. لا ما أريد هذا. هؤلاء الموظفين لهدم البيت السوري لا نحتاجهم.
أوافقك تماما أستاذ مصدق. أنا قصدي لا يعني الآن تمسك أستاذ أنور بعروبة سوريا وهذا أنا قصدي أنه سوريا تكون لكل السوريين. انا ماني متمسك بعروبه سوريا، انا ضد عروبه ضد اي قوميه، لا عربيه ولا كرديه ولا تركمانيه. انا عندي مواطن ما بنظر لا خلفيته، لا الاسميه ولا القوميه ولا الدينيه ولا الطائفيه، وبالتالي لاني مع عربيه ولاني مع كرديه ولاني مع تركمانيه ولا مع ارمنيه. انا ماني اعمل لك انا ضد الكرديه يعني مع العربيه. استاذ انور لا تقولني كلام انا ما تماما انا عم اقول في بلد هذا البلد شو ما كانت مكوناته انا ما بدي اطلع على الماضي، لانه اذا بدي اطلع على الماضي بس مشان اساوي حروب بالمستقبل، واللي بده يطلع على الماضي ومنين اجى فلان ومنين اجى علتان هذا ما هدفه غير يساوي حروب للقتل وللتدمير. انا بدي اطلع على الان المواطن. الان في عندي مواطن سوري، هذا المواطن بده ياخذ حقه كاملا مثل اي مواطن ثاني دون النظر لخلفيته الدينيه ولا الاثنيه، كردي ولا عربي ولا تركماني ولا مسيحي ولا مسلم ولا درزي. هذا المواطن حقه يكون متساوي، وحقه يمارس كل ثقافته وتاريخه ولغته على ارض بلده، وحقه يرفع شعارات اللي هو بحسها هي بتعبر عنه، وحقه يمارس طقوسه. تماما استاذ انور، هذا اللي بيهمني انا. ذكرت مثال كمثال ماجي خوزام كانت ردها على بشار الاسد، يعني هي لعبه بشار الاسد. واغتصاب كل سوريا عربيه وكل مسلمين وكل مسلمين خلى عن العرب وقت اللي كانت ايران مع مصاري. هلا فلست ايران بلش بده يرجع العرب مشان ياخذ منهم مصاري ويراضيهم. هي اللعبه القوميه هيك عم يلعبوها الكل، بما فيهم الاكراد عم يلعبوا هاللعبه. وبالتالي وضع شعار القوميه هو فقط لتدمير الشعوب ولقتلها. وانا عم اقول لك ما في دوله بالعالم بنيت على اساس قومي الا خاضت حروب. حتى المانيا عندما قالت انه نحن الالمان مختلفين خاضت حرب عالميه ثانيه. وبالتالي ما في اليابان وقت قالت نحن اليابانيين مختلفين خاضت حرب عالميه. وبالتالي ما في دوله قوميه بنيت على اساس قومي الا ما فقرت شعبها ودمرت شعبها وخاضت حروب ادت لانهزامها بالاخر وفرطعتها. وهذا الشيء اللي صار هو نتيجه فرطعه القوى، هي اللي انبنت عن اساس قومي تفرطعت لانه استهلكت من جوا، ما هي همها راحت مواطنها قد ما همها تدافع عن الشعار. وهي قصه مثل العربيه، حطوا العربيه مشان يلعبوا نفس المواطن العربي، مو مشان يساووا دوله عربيه تصير اسمها المواطن العربي مرفه، مشان ياكلوا يذبحوا المواطن العربي وين ما كان. والدوله الكرديه عم يحطوا شعار الدوله الكرديه ليذبحوا المواطن الكردي وين ما كان. انت عم يدفع المواطن هو ثمن هالشعارات الكبيره. انا بدي ادفع ثمن شعار يعيشني مرفه، يغنيني، يحترم لي حقوقي. ما بدي ادفع ثمن شعار دمي وحياتي مشان بالاخر يقعد فوق راسي ويركب ويدندن رجليه اللي ساوت لك دوله قوميه. شو بدي بدوله قوميه وانت راكب على كتافي ومدندن رجليك؟ بدي دوله انا شو ما كان اسمها بس تحترمني كانسان وكمواطن. حاج بقى نركض ورا الشعارات الكبيره يلي بدنا نروح نموت مشانها. وانا عندي كلمه كثير مهمه زمانه، نحن تجي الشعار الدين ولا الايديولوجيا بتجي لتخدم حياه المواطن، انه والله بدي اسوي لك حياتك افضل يعني. فبتجي هالفكره هي بيساووها شعار وبيلعنوا نفس المواطن. بنصير بنقدس الشعار وبنذبح المواطن على اساسه. انا بدي قدس الانسان وتندثر الفكره كلها اذا بدها تدمر البني ادم، واذا بدها تاخذ لي حقوقي، واذا بدها تدمر لي حياتي. تندثر كل الفكره. بس انا بدي اعيش كانسان محترم، ابني حياتي وابني وربي اولادي واخذ ثقافتي مثل باقي الموجودين بالوطن. ما نرقد ورا الشعارات الرنانه الطنانه اللي بدها تاخذنا مثل ياسر عرفات. بدنا نحرر فلسطين، ذبح الشعب الفلسطيني، قتل من الفلسطينيين الدول العربيه، وياسر عرفات نفسه اكثر ما قتلت منهم اسرائيل. شو استفادوا الفلسطينيين من شعارات ياسر عرفات؟ دمرهم ياسر عرفات بهالقصه، هو بس مشان ضل راكب على كتافهم ومددر رجليه. وهلا قيادات الفلسطينيين حماس وابو مازن وغيره اسا راكبين ومدندين رجليهم نحن بدنا نحرر فلسطين. اي فلسطين كنت تحرروها لو قبلانين انه تصيروا مواطنين بدوله اسرائيل. هلا الفلسطيني اللي عند اسرائيل بيرضى يروح على الضفه ولا بيرضى يروح على غزه؟ ما بيرضى يروح، لانه ما محترم هنيك حياته ولا محترم. مع انه ما محترم باسرائيل
بس بالنسبه لا تقارن بين الجهتين. بهمني انا الدوله شو ما كان اسمها، بهمني الدوله تحترم المواطن وتعطيك الحقوق بغض النظر عن الشعارات. وحق كل انسان يرفع الشعار اللي بده اياه ويشتغل من اجله سلميا، هذا حقكم انتم، وحق العرب وحق التركمان وحق الارمن وحق المسيحيه وحق الدروز وحق الاسلام وحق كل حدا يرفع الشعار. بس انا مشكلتي مع الوسيله اللي بدك تتبعها لتاخذ الشعار، وانك تتبع وسيله. نتفق معك بالوسيله انه تكون سلميه. استاذ انور، الوقت اخذنا. اخر كلمه: الشعب الكردي في كل اجزاء كردستان يعيش في هذا الشهر افراح اعياد نوروز. ماذا تقول بجمله مختصره للشعب الكردي مناسبه عيد نوروز؟ بدي اقول كل عام وانتم بخير. يعني عيد نوروز كنا نحتفل فيه بدمشق بالثمانينات، من اول احتفال صار يمكن 86. نحن كنا اول الناس اللي طلعنا على الغوطه، ما بذكر شو اسم المنطقه، مرج السلطان او شيء من هالنوع. صار هنيك اول احتفال بتاريخ سوريا بعيد النوروز، واجوا الامن وطوقوا وسووا مشاكل. وبالتالي بدي اقول كل عام وانتم بخير لكل انسان محتفل بعيد النوروز، لكل كردي وين ما كان احتفل بالنوروز. واكيد نتمنى انه هذا ومن ذلك الوقت نعرفك، لذلك يضل يحتفل فيه بكل العالم، ونحن مستقبلا ان شاء الله بنحتفل فيه بسوريا اكيد، لانه هو عيد قومي وعيد شعبي بيقرب الناس من بعضها وبيقرب السوريين من بعضهم، بخليهم يتشاركوا كل ثقافاتهم بين بعضهم، وهذا شيء بيرجع بيوحد الشعب السوري كمواطن ببلد بيحترم حقوقه وبيحترم إنسانيته. شكرا. أستاذ مصدق، الكلمة الأخيرة لك. هل لكل الشعب الكردي، لكل الشعب السوري، للكرد السوريين، وقبل أن نختم بقصيدة منك، قصيدة عن كردستان، تفضل. بتصوري ما في شيء اسمه كرد سوريين أو كرد عراقيين. أنا بتصوري في شيء اسمه كرد. وأخي أنور يعني عم يقول: أخي أنا بحترمك وقت أنت بتبني بيتك، وقت أنت بتبني شخصيتك، وقت أنت بيكون أسرتك. أنا بتشكر على هذا الموقف، وبشوف في إنسان منفتح. لكن القانون مثل ما بيقول هو فهمت منه هو منظم للعلاقات داخل المجتمعات، لكن كمان القانون مستمد جزء من كينونته من العملية السياسية، لأنه بناء الدولة وفقا للقوانين لم تأتي إلا نتيجة عملية سياسية. أنا أنتيك أخي أنور. أنا بدأت الاحتفال مع والدي بنيروز منذ عام 1962. تعرفت على شيء اسمه قضية شعب كردي عام 1962. أنا أنتيك كثير زيادة عن اللزوم. لكن بمناسبة يوم النيروز بحب أقول شغلة بسيطة، تسمحوا لي أقرأها؟ تفضل. نحن كلنا أذان صاغية. للنيروز رسمت قلبي شعلة حب. للنيروز رسمت قلبي شعلة حب. لكاوى حملت معولي ومنجلي وقلت أحبك كردستان. لكاوى حملت معولي ومنجلي وقلت أحبك كردستان، رغم الغربان، رغم سواد الزمان، رغم عويل النساء عبر الزمان. فتصهل الجياد راسمة وجه المكان كردستان. للنيروز وجه صبية قبلت شفتي حبيبها، فرسمت خضرة البراري بوجه زقروس، فبكى العاشق صارخا: جسدي روحي لك كردستان. ولكم منا، من ابني كردستان، من كل أبناء كردستان، من كل جبال كردستان الشامخة، كل الشكر أستاذ مصدق عاشور السياسي، وأنا يسعدني أن أقول الشهيد الحي، وإلي الشرف أنه أطلقت عليك هذا اللقب. نفتخر بوجودك معنا أستاذ مصدق عاشور.
وبوجود أنور الإسلام. وكذلك كل الشكر لصديقي القديم الأستاذ المحامي. أنا آسف بس يعني أوقات بيرتفع صوتي، هي طبيعة فيه ما أقدر تغيرها، بس ما بكون معصب يعني، ما حدا يفهم إنه أنا بكون معصب. كثير مرات قلنا لك إياها لازم تغير هالعادة أستاذ أنور، يعني ما زبطت معي طول عمري هيك. لا علي مملوك ما خلاني غيرها، وهذا الرئيس محكمة أمن الدولة العليا الله لا يرحمه ما خلاني غيرها. ما طبيعة هيك. مرتي ما خلتني غيرها، مرتي ما قدرت تخليني غيرها. بدنا بمحبة نوروز بمحبة الشعبي كل سنة خليك تغيرها بالمحبة. وهلا هي زوجتي يعني غضبانة مني إنه صوتي عالي كثير، وبتقول لي دائما وطي صوتك، إنه صوتي عالي. آسف جدا. ما يعني بس ما بكون معصب، أكيد ما بكون معصب ولا بكون متوتر، بالعكس، بس هي طبيعة، هي على راسي. شكرا كثير لك أخي سليمان، وشكرا لكل شيء شاركونا حضورهم وتعليقاتهم بكل التعليقات طبعا المؤيدة والمعارضة، لأنه الاختلاف هو جزء طبيعي. وأنا بقول لهم ما لازم نتوحد، لأنه الشعوب تتوحد بحالتين فقط. تتوحد الشعوب يا تحت البسطار العسكري، يا اما بتتوحد وقت بيكون في خطر خارجي بتضطر تتوحد ليزول الخطر الخارجي. الوحده تحت البسطار العسكري مؤقته وباطله تماما. وبالتالي انا مع الاختلاف. انا مع الاختلاف. فايز النوري، شكرا للي ذكرني بالاسم. مع الاختلاف، لأن الاختلاف غنى والاختلاف حياة، وبدون اختلاف. وبالتالي أنا برحب بالتعليقات المؤيدة والمختلفة، يعني لأنه لازم نختلف، وحتى نختلف نقدر نكتشف أخطائنا ونكتشف وين في مجال صح أكثر، وين في مجال يكون نغير المسار أو نصححه. وبالتالي الاختلاف حياة. وشكرا لك أخي سليمان، يعني وشكرا استضافتي. قبل ما تروح أخي أنور يا حبيبي، 1964 خرجت بمظاهرة وحدي ضد دولة البعث، يعني كان عمري تقريبا 9 سنوات، ورفعوني فلقة لحد الآن طعمة يعني بين أسناني. لا علي مملوك ولا غير علي مملوك ما فينا غيرنا، ولا فايز النوري. نحن أولاد هذا الوطن. يعني أنا عفوا أحكي لك شغلة. وقت قامت الثورة أمام السفارة السورية، قلت يا سوريا جينا لك، أنت الثورة ونحن رجالك. نحن رجال، نحن أولاد هذه المنطقة. نحن بنحب نعيش بحب وسلام في بيوتنا، ومنريد إنه نكون المستقبل مزدهر. يعني هذا هدفنا. بشكرك إنه أنت بتقول أنا ما بيهمني الدولة انتماء القومي، دولة كردية، دولة سورية، دولة عربية. أنا بدي حقي في الحياة. يعني أنا بزماني سليمان الخطيب سفير النظام السوري في ليبيا، فبيدعوني إنه أحضر نتيجة حوارات من المعلم تبعهم، إنه جابوا تكوينات سياسية. فقال نحن بدنا نتحاور مع المعارضة السورية. قلت له أولا أنا ماني معارضة سورية، أنا سوري. أفهمك إياها بالمختصر المفيد. أنا بدي أشبع معدتي، وقف على إجراي. أنا بدي أشبع معدتي، وقف على إجراي، حس بكرامتي، نظف شارع بيتي بحب وأخلاص مثل ما بحب زوجتي وأطفالي. فبرد علي سليمان الخطيب اللي أنت عم تطالب بأشياء زيادة عن اللزوم. تمام. نشكركم جدا جدا أستاذ مصدق عاشور مرة ثانية، أستاذ أنور الملني، نورتونا باسمكم جميعا. نشكر من وراء الستار مرة أخرى بالكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الأستاذة يسرى زبير، الأستاذة الكاتبة رقية حاجي. وإلى الخميس القادم وحلقة جديدة من برنامجكم حواراتنا. دمتم مشاهدينا الكرام برعاية الله، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير.